عايز تبدأ تسويق بس مش عارف ازاي تختار مواضيع للمحتوى؟ في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تختار مواضيع للمحتوى اللي تقدر تسوق بيه. في الاول لازم تفهم ان احنا بنحدد من 3 ل5 مواضيع دي اللي بتشكل المحتوى وبنقدمه للجمهور او الناس المهتمة بيه. كمان المواضيع لازم تكون بتركز على المشاكل والصعوبات اللي بتقابل الناس. هديك مثال عشان تقدر تفهم. لو قلنا هنعمل محتوى لصالة جيم او لياقة بدنية، اول حاجة التركيز الاساسي بيبقى على الصحة واللياقة، يبقى ده اول موضوع او التركيز الاساسي. طيب عشان نختار بقى المواضيع للمحتوى بتاعنا بنعمل ايه او بنفكر ازاي؟ اول حاجة بنبدأ ندرس ونشوف ايه المواضيع اللي بتساعد الجمهور او الناس ان هم يتخطوا المشاكل اللي بتواجههم. لما بنيجي نشوف المشاكل دي هنلاقي الإرادة أول حاجة، تاني حاجة بتبقى التمرين، تالت حاجة الدايت، وده سيرش بسيط ممكن نقدر نعمله على النت أو على أي بلاتفورم، يعني مفيش فيه مشكلة. بنيجي بعد كده نقسم المواضيع الكبيرة دي لمواضيع أصغر. على سبيل المثال الإرادة هنتكلم فيه تحديد الأهداف، هنتكلم فيه التخطيط، هنتكلم فيه تغيير العادات. بالنسبة للدايت هنتكلم فيه وصفات، هنتكلم فيه معلومات غذائية، هنتكلم ازاي تتبع السعرات الحرارية. بالنسبة للتمرين هنتكلم عن أفضل التمارين، هنتكلم عن التمارين بالأوزان، وهنتكلم عن التمارين بالكارديو. النتيجة بقى الكاملة بيبقى عندنا بعد كل ده أكتر من موضوع بنقدر نتكلم فيهم ونقدم عنهم محتوى. بتبقى متأكد وعارف إن الناس مهتمة بالمواضيع دي ومهتمة بالخدمة دي ومهتمة بالمنتج ده. كمان المواضيع بتحل المشاكل بتاعت الناس دي، فالناس هتفضل متابعة المحتوى ده، هتفضل متابعة المحتوى التسويقي ده. لو عجبك الفيديو اعمل فولو لايك عشان يوصلك كل جديد عن التسويق المبيعات. ربنا يوفقنا جميعا.